لو انت مستني ان الفيديو يكون بالشكل المعتاد عن فيديوهات معرض الكتاب وان اقولك اخر واهم الفعاليات اللي حصلت السنه دي، فاظن ان في فيديوهات كتيره بتتكلم عن الموضوع ده. في الفيديو ده انا هحكي لك تجربتي الشخصيه والمواقف اللذيذه اللي حصلت مع اكبر الكتاب زي محمد طارق اللي محدش يعرفه ان الروايه فيها 4 اهداءات مختلفه. تمام يعني في وسط الروايه اكسكلوزيف معانا. وطارق عز. ده كتاب من المكتبه الخاصه بيه، ويعني حاجه جامده جدا ان انت تاخد كتاب من المكتبه الخاصه بتاعت الكاتب المفضل ليك. وخليني اعرفكم صديق الرحله عبد الرحمن محمد، واحنا بنتشارك شغف القراءه، بس هو سابقني شويه صراحه، عنده مجموعه من الكتب اللذيذه جدا في موضوعات متنوعه وكتيره، وهيكون معانا في الفيديو ده. فيلا نبدا الفيديو. اولا، ازاي تروح المعرض؟ لو انت من سكان القاهرة او لا، فمن السهل جدا ان انت توصل لمكان من الاماكن دي، واللي قدامك دي خريطة فيها 7 خطوط، واللي من خلال الاتوبيسات اللي موجودة فيها تقدر توصل مباشرة لمعرض الكتاب. وانت جاي المعرض هو في كذا طريق، تمام. كان قريب مني العربيات الموجوده في المؤسسه، وفي برضه اتوبيسات موجوده في العباسيه، وفي اتوبيسات موجوده في الحدائق. فدول كلهم اتوبيسات بتوصل لحد باب المعرض، حرفيا بتمشي جزء بسيط تبقى وصلت. بالنسبه للناس اللي متبقاش عارفه هتركب ايه، المشوار بعيد فعلا، في التجمع بعيد. ثانيا، تذاكر المعرض ممكن تشتريها من موقع بتاع معرض الكتاب او من شباك التذاكر اللي بيكون جنب البوابة، واثناء الدخول حتى مع الاعداد الكبيرة كان الموضوع سلس جدا ومن غير اي عقبات. طيب ممكن تعمل ايه في المعرض؟ في حاجات كتيرة قوي ممكن تعملها، زي انك ممكن تشتري كتاب، وده شيء بديهي. واقول لك على سر قليل قوي من الناس اللي يعرفوا، سور الازبكيه ليه خيمه موجوده في المعرض وبيشارك بيها كل سنه، والخيمه دي بتضم كتب مستعمله وبتكون باسعار قليله جدا، ودي بيكون فيها كتب كتيره جدا وممكن تطلع منها بكتب رائعه جدا وقيمه. واثناء ما احنا بندور في الرفوف، عبد الرحمن لقى كتاب صباح استثنائي كل يوم، والكتاب كمان كان نسخه اصليه. كتاب قيم جدا ودي نسخه اصليه، تمام. كمان ممكن تلاقي كتب طبعة أولى وكتب عمرها ممكن يكون أكبر منك، بس للأسف الحلو ما بيكملش. لازم تدور كتير جدا عشان تلاقي الكتاب اللي انت عايزه، وبالصدفة أصلا ممكن تلاقي كتاب تاني ما كنتش عامل حسابك عليه يكون كويس جدا وتشتريه. عشان تدور هناك وتطلع بكتب تستفيد منها فعلا، لازم تعمل حسابك يكون معاك وقت كتير عشان تدور براحتك. طيب غير الكتب ممكن تعمل ايه تاني في المعرض؟ ممكن كمان تحضر ندوات ثقافية ودورات في موضوعات متنوعة، ممكن كمان تكون خروجة عائلية ونقدر منها ان احنا نأسس جيل يكون مثقف في المستقبل ويقدر يفيد نفسه. وسواء كنت قارئ للكتب او مستمع وداخل او حتى خارج مصر، فسماوي معاك في اي طريق للمتعة. خلينا نتعرف اكتر عن سماوي. عارفك الأول على المنصة بتاعتنا، إحنا منصة تقنية أكتر ليها علاقة بالكتب. تمام. إحنا وسيط ما بين أكتر من 300 دار نشر و 2500 كاتب ذاتي، بيرفعوا الكتب على المنصة بتاعتنا وبنوصلها لأكتر من 40 دولة حوالين العالم و270 مدينة حوالين العالم. تمام. دي الخدمة اللي هي طباعة عند الطلب. تمام. أنا كقارئ دلوقتي دخلت على المنصة، عجبني كتاب حابب أطبعه ويوصل لي لحد باب بيتي في اكتر من 40 دوله زي ما قلت لك حوالين العالم. تمام. دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناس المغتربين، ان هو لو عايز الكتب اللي بتنزل في مصر تكون دور النشر مش موجوده هناك، فدي اوبشن جامد جدا. الكواليتي بتاعت الطباعه بتكون الناشر هو اللي بيحددها. تمام. الناشر هو اللي بيحدد كواليتي الطباعه. بالظبط. تمام. دي حاجه كويسه جدا. من شهر 10 عملنا الابلكيشن بتاعنا اللي هو سماوي موجود على جوجل بلاي واب ستور. تمام. حط اللينك في الديسكربشن. بالظبط. ده عليه، ده للقراء اكتر، الناس اللي بتحب القرايه ممكن عليه كتب الكترونيه وعليه كتب صوتيه، حد بيقرا كتاب صوت بشري مش اي عشان الصوت ده الصوت بشري مش اي، دي حاجه ممتازه جدا. الكتاب بيتقري من اول صفحه لغايه اخر صفحه علشان مش بيشرح الكتاب ولا بيلخصه، بيقراه. دي حاجه كويسه جدا. وكمان لو بمناسبه ان احنا اول سنه في المعرض، كمان لما بتيجي بفعل لكم شهر مجاني على الكتب اللي باشتراك، كان في هدايا كتير هنا ممكن تيجي تاخدوها يعني. ومن اجمل المواقف اللي حصلت ليا في المعرض كان لقائي مع الكاتب المفضل ليا محمد طارق. اول كتاب قراته كان كتاب ليك. ماشي. روايه، كان اسطوانه مشروخه. تمام. كان من الحاجات اللذيذه جدا. اي نعم كنت صغير بس يعني استمتعت. وبعديها كملت في السكه. الاهداء المره دي ما فيهوش اي نكش خالص كده، هادي ليه كده. اقول لك نقطه. احنا بنجهز لابجريد في حياتنا الفتره الجايه. تمام. عموما في حياتي الشخصيه وحياتي العمليه. تمام. فمش محتاج ان انا اسير الجدل، محتاج ان انا ابقى في كلمه هدوء شويه. بالظبط. بلس اصلا الروايه دي اللي محدش يعرفه ان الروايه فيها 4 اهداءات مختلفه. تمام. يعني في وسط الروايه في 3 اهداءات اصلا تاني. تمام. غير الاهداء ده. تمام. شويه هدوء كده، خلينا نستمتع شويه بعدين ندخل فايت جديد. يعني احنا مستنيين حاجه جديده محمد طارق ان شاء الله. ان شاء الله مستنيين المعرض الجاي بقى حاجه جديده. فرصه سعيده. من المواقف الجميله برضو كان الموقف بتاع الكاتب طارق عزت. تعالوا نشوف حصل ايه. هو اشترى كتاب موت مع ايقاف التنفيذ للكاتب طارق عزت. هو كان موجود وقع له كتاب، ودي حاجه عاديه، هو بيبقى موجود كل ايام المعرض، ودي حاجه كويسه. كتاب موت مع ايقاف التنفيذ ده كتاب حاجه جميله جدا الصراحه. ذات من الكاتب دوت انا بحبه جدا، اللي عملت لي اسرار مريم المحرمه. الهدايه بقى القيمه فعلا. ده كتاب من المكتبه الخاصه بيه،
ويعني حاجه جامده جدا ان انت تاخد كتاب من المكتبه الخاصه بتاعت بتاع الكاتب الكاتب. المفضل ليك، فيعني لا لا، ده حاجه حاجة تحفة. مميزة وهو جداً. كمان تعامل تحفه بجد شخص بصراحة. محترم جداً يعني جداً صورنا جداً معاه. انا جايب اسمار مريم بس نسيت اجيبها معايا. انا مصدقك يا الراجل جايبها. جيب اصفر مريم وهديك كتاب هديه من المكتبه. يا في نهاية اليوم شايف اليوم كان عامل ازاي؟ اليوم كان تحفة يعني انت قابلت الكاتب المفضل ليك تمام؟ اداني كتاب هديه. واهداء بس فلو حابب تيجي المعرض يا ريت تلحق لانه هينتهي يوم الخميس 6 فبراير، ويا ريت تخلي بالك وانت جاي من الحاجات اللي اقولك عليها دي. مبدئيا عشان ما تلفش كتير يا ريت تكتب اسماء الكتب ودور النشر وارقام القاعة اللي موجودين فيها عشان تأثر على نفسك، لان المعرض كبير جدا وممكن تتوه حرفيا وانت مش عارف توصل للحاجة اللي انت عايزها. لازم يكون معاك شنطة عشان تحط فيها الكتب اللي انت اشتريتها. لازم شنطه يا جدعان. انا ماشي بالشنطه طول اليوم حتى يعني الانترفيو اللي عملته مع محمد طارق بالشنطه، فاللي هو خلاص دي جزء منك في المعرض. طول ما انت بتلف الشنطه معاك حط فيها كتب عشان ما تبقاش شايل هم الشنط والكلام ده. خد جاكيت معاك عشان الجو بالليل بيسقع، ولما تقف تلاقي عربيه فالموضوع هيبقى ساقع قوي يعني. كان يوم بجد جانا بثماره، كلنا مبسوطين. اي نعم ما اشتريناش كتب كتير، ولكن يكفي ان اليوم ممتع وان انت بتعمل حاجه اللي انت عجبك بتحبها. الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتتابع القناة لان في فيديوهات جاية كتير، ويا ريت تنزل تقولي في الكومنتات اذا كنت اتبسطت معانا ولا لا.